ليه الناس مش بتتكلم عن السكاي لاين ار 32 الجي تي اس تي مع انها واحده من اكتر العربيات اللي غيرت مفهوم التعديل في اواخر الثمانينات؟ العربيه اللي اتولدت سنه 1989 واللي الرغم انها مش نسخه الجي تي ار الاسطوريه لكنها كانت البوابه اللي دخل منها الاف المعدلين لعالم الجي دي ام الحقيقي. الار 32 الجي تي اس تي كانت مختلفه، نزلت بموتور الار بي 20 دي اي تي تيربو وشاسيه متوازن واخف من الجي تي ار، عربيه تقدر تعدل فيها براحتك من غير ما تحس انك مكتوم. هي دي العربيات اللي علمت الناس ان مش لازم يبقى معاك اغلى موديل ولا اقوى نسخه عشان تسيب بصمتك. الغريب اننا لما بنفكر في السكاي لاين على طول دماغنا بتروح للجي تي ار، لكن الحقيقه ان الجي تي اي اس تي ليها قصه تانية، قصه ناس بدات بيها من الصفر وعدلوها لحد ما بقت وحش بتجري في شوارع اليابان. في الفيديو ده هنخوض جوه حكايه الار 32 جي تي اس تي وهنعرف ليه لحد النهارده لسه بتعتبر حلم لاي معدل بيحب صوره التيربو والشوارع والدريفت. قبل ما نبدا الفيديو ادعمنا عشان نستمر وانزل دوس لايك واشترك في القناه لو لسه جديد وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده اول باول، ويلا بينا نبدا. الفريق اللي هيشتغل على العربيه دي هو فريق سروتل، وده فريق مختص في تعديل السيارات. دي نيسان ار 32 اللي هيعدلوها. العربيه دفع خلفي، طبعا هم جابوا بودي كيت معدل من روكيت باني واجزاء كتير جدا اضافيه عشان يعدلوا المحرك ويكون اقوى. فعلى طول يلا بينا نبدا. اول حاجه هيشيلوا عجل السياره، وكمان هيفكوا السبويلر، وهيفكوا كل الفرش اللي كان موجود على ابواب السياره، وكمان هيشيلوا المرايات وهيجيبوا المرايات الجديده وهيركبوها مكانها، ودي بتكون مرايات معدله عشان تقلل دراج الهواء وتحسن من الديناميكيه الهوائيه. كمان بيشيلوا كبوت السياره الستوك وبيجيبوا مكانه كبوت كربون فايبر معدل عشان يقلل من وزن العربيه، وكمان في فتحات تهويه لتبريد المحرك. كمان بيقطعوا جزء من الكراش بار الامامي وبيجيبوا الاكسدام الجديد وبيركبوه مكانه، وبيركبوا القطع الكربون فايبر اللي بتوجه الهواء ناحيه الرادياتير. بعد كده بيبداوا يثبتوا البادي كيت المعدل. هنا التثبيت بيكون بمسامير لانه تثبيت مؤقت. بعد كده بيعمل فتحات في شنطه العربيه من ورا، الفتحات دي اللي هتساعده عشان يثبت السبويلر الجديد. ده بيكون السبويلر المعدل، حقيقي شكله جميل جدا، فعلى طول هياخده ويثبته مكانه. وهنا التثبيت بيكون بمسامير. بعد كده بيبدا يركب باقي قطع البادي كيت. الحقيقه البادي كيت ده جميل جدا، وخصوصا ان هو من روكيت باني. بعد كده بيجيب الانتركولر وبيلحمه مكانه، وهنا مكانه بيكون تحت الاكسدام الامامي. ندخل بقى على الجنود، وهنا بيجيبوا جنود جديده، بس طبعا قبل ما الجنود دي تتركب لازم يعدلوا على الرفارف. على طول هيبداوا يقطعوا الرفارف وهيشيلوا كل الزيادات عشان تكون مستويه ومظبوطه، وده لان العربيه هتوطى اكتر. بعد كده بيجيبوا اطارات سيمي سليك، ودي اطارات بتكون مخصصه للسيارات الرياضيه والمعدله، فعلى طول هيركبوها في الجنود الجديده وهياخدوها ويثبتوها مكانها وهيبداوا يرفعوها عشان يشوفوا الارتفاع مناسب ولا لا. وهنا الارتفاع والخلوص بيكونوا مناسبين جدا، وده بيكون شكل السياره بعد ما وصلوا للمرحله دي. فبعد كده هياخدوا العربيه ويطلعوا بيها بره وهيطلعوها على الونش لانها رايحه لورشه الدهان. وهنا هم بيختاروا انهم هيدهنوها باللون الاصفر، لكن المفروض ان اللونين اللي معاهم دول مختلفين وهم بيختاروا ما بينهم. الحقيقي انا مش شايف اي اختلاف، ولكن المهم انها تكون باللون الاصفر. بعد ما رشوا العربيه هيبداوا يجهزوا كل القطع اللي هتتعدل عشان كل حاجه تكون مترتبه. اول حاجه هيبداوا بنظام التعليق. هنا التعليق هيكون اير سسبنشن وده هيكون ممتاز جدا، فعلى طول هيبداوا يثبتوا كل نظام التعليق. هيثبتوا التعليق الخلفي وكمان هيثبتوا التعليق الامامي. بعد كده هيدخلوا على نظام الفرامل. اول حاجه هيشيلوا كاليبر الفرامل، بعد كده هيشيلوا الطنابير القديمه وهيجيبوا الطنابير الجديده، وكمان هيجيبوا كاليبر جديد وهيركبوه. هيكرروا نفس العمليه دي في البريك الامامي وهيركبوا تيل الفرامل، وده بيكون شكل نظام البريك الجديد. بعد كده هيبداوا يركبوا كل وصلات الكهرباء بتاعه العربيه وهيركبوا طقم سماعات جديد معدل، وهيبداوا يقفلوا العربيه من جوه بصفائح معدله. بعد كده هيجيبوا اسطوانات الهواء، ودي اللي بيتم استخدامها في نظام التعليق. بياخدوها وبيركبوها ورا. بعد كده بيجيبوا الكاوتشات وبيركبوها وبينزلوا العربيه على الارض وبيبداوا يحركوها، وده عشان يختبروا الاير سسبنشن. وهنا الاير سسبنشن بيشتغل بشكل مثالي. ندخل بقى على اجمل حاجه في العربيه دي الا وهي المصابيح الخلفيه. هنا المصابيح الخلفيه هيتم تعديلها. طبعا كلنا عارفين شكل العيون اللي السكاي لاين مشهوره بيها، فعلى طول هيبداوا يفكوا المصابيح الخلفيه وبعد كده هيسخنوا الفيبر الخارجي عشان يشيلوه، وهيبداوا يجيبوا قطع المصابيح المعدله الجديده ويركبوها، وده بيكون شكلها حقيقي شكلها جميل جدا. فعلى طول بيبدا يجمع باقي القطع وبيرجع يركب كل حاجه تاني مكانها، وده بيكون شكل المصابيح
المصابيح بعد التعديل. حقيقي دي واحده من اجمل المصابيح المعدله اللي شفتها في حياتي. تحس ان المصابيح دي داخله جوه العربيه بشكل لا نهائي، شكلها مجنون جدا. وده الفرق بين المصابيح الستوك والمصابيح المعدله. بعد كده هيبداوا يركبوا فرش الابواب. اول حاجه بيجيبوا طقم سماعات جديد وبيركبوه في الباب، وكمان بيجيبوا المقابض وبيركبوها. بعد كده بياخدوا كل حاجه وبيبداوا يركبوها في الباب ذات نفسه. كمان بيجيبوا الستيكر بتاعهم واللي بيكون مكتوب عليه ثروتل وبيركبوه على الازاز الامامي. ندخل بقى على اجمل مرحله في التعديل ده كله، الا وهي مرحله تعديل المحرك. اول حاجه هيشيلوا كبوت السياره. بعد كده هيبداوا يفكوا كل الوصلات والخراطيم المتصله بالمحرك، وكمان هيشيلوا الوصلات الكهربائيه، وهيفكوا كل شمعات الاشعال. كمان هيشيلوا مضخه الميه. بعد كده هينزلوا من تحت العربيه وهيشيلوا الاكزوست، وكمان هيشيلوا عمود نقل الحركه، وهيبداوا يفضوا زيت الجير بوكس. بعد كده هيبداوا يشيلوا المحرك من مكانه. بعد ما بيشيل المحرك هيفكوا الجير بوكس، وبعد كده هيشيلوا الكلاتش وهيفكوا الفلاي ويل. وبس كده، ده بيكون محرك الار بي 20 سنجل تيربو. المحرك ده يعتبر قديم شويه، حاله المحرك بتكون مش كويسه، بيكون فيه شويه صدى، وكمان سير التايمنج بيكونوا مش متاكدين اذا كان مظبوط ولا لا. بس بقول لك ايه، شايف العربيه اللي ورا دي؟ لو ما شفتش فيديو التعديل بتاعها فروح شوفه، الفيديو هيظهر لك فوق دلوقتي. ندخل بقى على عمليه اعاده ترميم المحرك. اول حاجه هينزلوا زيت المحرك كله. بعد كده بيشيل التيربو، وكمان بيشيل هيدرز المحرك، وبيشيل جزء الانتيك، وبيبدا يفك كل الاغطيه اللي موجوده على المحرك، وبيشيل غطاء الصبابات، وبيفك تروس عمود الكمات. بعد كده بيشيل عمود الكمات ذات نفسه، والمحرك ده بيكون مزدوج الكمات. بعد كده بيشيل راس المحرك، وبيشيل جوان وش السلندر، وبيقلب المحرك. بعد كده بيدهن المحرك باللون الفضي. بعد ما دهنه بيبدا يجمع كل الاجزاء الخارجيه. وللمعلوميه هنا حاله المحرك من الداخل بتكون كويسه، لان اصلا اللي انتم ما تعرفوش ان المحرك ده الاجزاء اللي فيه بتكون قويه جدا وبتكون قابله للتعديل. فبعد كده بيركب حوض الزيت. بعد كده بيجيب جوان وش السلندر وبيركبه، وبيبدا يركب كل وصلات تثبيت راس المحرك. بعد كده بيجيب راس المحرك وبيركبه. بعد كده بيجيب اعمده الكمات وبيركبهم، وبيركب البولي الجديده، وبيجيب تروس جديده معدله لاعمده الكمات وبياخدهم وبيثبتهم مكانهم. بعد كده بيجيب سير التايمنج وبيبدا يركبه بعد ما ظبط التايمنج بتاع المحرك. بعد كده بيجيب الغطا الشفاف وبيركبه، والحقيقه الغطا ده شكله جميل جدا لانه هيبرز الاجزاء الداخليه للمحرك. كمان بيجيب الدينامو وبيركبه مكانه، وبيجيب الانتيك الجديد المعدل وبيركبه مكانه. وده بيكون شكل المحرك بعد اعاده التجميع. حقيقي شكله بقى كانه جديد 100%. بعد كده هيركب الفلاي ويل، وهيجيب الكلاتش الجديد ويركبه، وفي النهايه هيجيب الجير بوكس ويركبه في المحرك، وكمان هيركب المارش. بعد عمليه التجميع دي هياخد المحرك عشان يركبه تاني في العربيه. طبعا العمليه دي لازم تتم بحذر جدا لان المحرك مع الجير بوكس بيكونوا طوال. بعد ما بينزلوا المحرك بيبداوا يركبوا قواعد تثبيت المحرك وبيثبتوا المحرك فيها، وبكده يكون تم تثبيت محرك الار بي 20. بعد كده بيدخل على تثبيت عمود غيارات الجير بوكس. بيبدا يركب كل الاجزاء بتاعته وبياخده وبيركبه في العربيه. نرجع بقى لتثبيت باقي قطع المحرك. اول حاجه هيجيب هيدرز المحرك ويركبها. بعد كده هيجيب اول قطعه من التيربو ويركبها، ودي القطعه اللي بتكون مسؤوله عن تحريك التيربو باستخدام ضغط هواء العادم. بعد كده بيجيب القطعه الثانيه وبيركبها، ودي اللي بتكون مسؤوله عن سحب الهواء وضغطه جوه المحرك. بعد كده بيبدا يركب كل وصلات الانتيك. بيركب الوصلات اللي من التيربو للانتركولر، وكمان بيركب الوصلات اللي من الانتركولر للمحرك. حقيقي العربيه شكلها جميل جدا. كل القطع المعدله دي بتدي شكل جميل للسياره، وغير انها بتدي شكل جميل اكيد الاداء بيكون اقوى، وفي الحقيقه هي دي متعه التعديل. بعد كده هيجيبوا عمود نقل الحركه ويركبوه. ندخل بقى على داخليه السياره. اول حاجه هيشيلوا فرش السياره القديم كله، وهيجيبوا فرش جديد لارضيه السياره وهيبداوا يركبوه كله. بعد كده بيجيبوا داشبورد جديده للسياره، وهنا هيبداوا ينقلوا كل حاجه كانت موجوده في الداشبورد القديمه للداشبورد الجديده. هينقلوا كل القطع البلاستيكيه اللي خاصه بنظام التكييف، وكمان هينقلوا كل وصلات الكهرباء، وده بيكون شكل الداشبورد الجديد. على طول هياخدوها عشان يثبتوها في السياره. بيركبوها وبيركبوا كل مسامير التثبيت. بعد كده بيشيلوا الفبر بتاع العدادات وبيبداوا يلمعوه ويرجعوا يثبتوه تاني مكانه، وبيركبوا كل الوصلات الكهربائيه بتاعه العدادات وبياخدوا العدادات وبيرجعوا يثبتوها تاني مكانها. هنا بقى بيجيبوا فرش جديد للسياره. الفرش ده بيكون قطعه واحده. اول حاجه بيركبوا المقابض، بعد كده بيركبوا السماعات، بعد كده بياخدوا كل حاجه وبيركبوها مكانها في الباب. بعد كده بيروحوا بيفكوا عوامه البنزين وبيجيبوا الجديده وبيركبوها مكانها، وبيبداوا يركبوا كل القطع الخاصه بنظام الوقود. بيركبوا الوصلات وكمان بيركبوا الفلاتر. وطبعا عشان الجمدان يكمل بيجيبوا اكزوست جديد معدل. فتحه الاكزوست دي حرفيا قد دماغه. هنا نظام الاكزوست كله بيكون ستريب بايب، وده اللي هيساعد في ان العادم يخرج اسرع من المحرك. فعلى طول هيبداوا يثبتوا نظام الاكزوست كله، وهيثبتوا كل حاجه لحد خارج التيربو. بعد كده بيجيبوا كراسي جديده للسياره. بيبداوا يركبوا قواعد التثبيت
التظبيط بتاعتها، وكمان بيجيبوا طارة قيادة جديدة، وكمان بعد القطع الداخلية المعدلة واللي بتكون جديدة بالكامل ومعمولة من الجلد، وكمان بيجيبوا ار جي بي ليد وده هيركبوه تحت العربية. الاول بيختبروا الليد الجديد والحقيقة شكله جميل جدا، فعلى طول بيبداوا يركبوا كل اشرطة الليد الجديدة، وطبعا بعد ما بيركبوها بيجربوها وده بيكون شكلها. بعد كده بيبداوا يلزقوا كل فرش السقف وبياخدوه عشان يركبوه جوه العربية، وكمان بيركبوا القوايم الجديدة، وطبعا برضو بيكونوا دهنوا اسطوانة الهواء باللون الاصفر عشان لونها يكون مناسب مع لون العربية. فعلى طول هياخدوها ويثبتوها مكانها وراه. بعد كده هيجيبوا كراسي السيارة وهياخدوها ويثبتوها جوه العربية. بعد كده هيشيلوا طارة القيادة القديمة وهيجيبوا الطارة الجديدة المعدلة واللي بتكون معمولة من الجلد، هياخدوها ويركبوها مكانها. بعد كده هيجيبوا الكونسول الوسطي وهيركبوه، وهيجيبوا شاشة جديدة وهيركبوها، وهيجمعوا كل القطع اللي باقية، وبكده تكون داخلية السيارة انتهت. اكتر حاجة بحبها في السيارات اللي من الثمانينات او التسعينات ان الدواخل بتاعتها بتكون بسيطة جدا وبتديك كل اللي انت محتاجه. بعد كده بيجيبوا زيت المحرك وبيبداوا يعبوه كله في المحرك، وكمان بيعبوا مياه التبريد، وبكده يكون كل التعديل بتاع العربية انتهى. بس طبعا لسه في مرحلة أخيرة ألا وهي تعديل الاي سي يو. على طول هيبداوا يعدلوا كل حاجة، هيعدلوا توقيت الإشعال وهيعدلوا نسبة الوقود اللي بتدخل للمحرك عشان كل حاجة تكون متوافقة مع التعديلات الجديدة. بعد ما بيخلصوا بيبداوا يشغلوا المحرك والمحرك بيشتغل معاهم كويس. Let's go, dude. مش عايز اقول لكم ان كده التعديل يكون خلص عشان ما تخرجوش من الفيديو، لان دلوقتي هياخدوا العربيه ويطلعوا بيها على الداينو. وتعالوا نشوف النيسان سكاي لاين ار 32 جي تي اس هتعمل ايه. العربيه بتعمل 356 ويل هورس باور وده عند 7100 ار بي ام، لكن طبعا لو جينا حسبناها بالطريقه اللي كله بيحسبها فالعربيه دي مطلعه 400 حصان وده رقم كويس جدا، خصوصا ان العربيه دي تعتبر للاستخدام العادي. وبكده يكون تعديل النيسان سكاي لاين ار 32 جي تي اس تي خلص. العربيه اتجمعت واتظبطت وطلعت بره عشان تورينا جمالها. بصراحه شكل العربيه النهائي يخليك تتمنى تكون من نصيبك، تحفه بمعنى الكلمه. لو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش يلا كون واحد مننا، واستنانا في فيديوهات جايه عن اندر واجمل التعديلات اللي هتشوفها. واكتبوا لنا في الكومنتات ايه اكتر عربيه نفسك تشوفها متعدله في القناه. اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.